واخيرا هنستعرض اقوى حساب اشتريته، ولكن يا رجاله الحساب ده مش هيكون ليا. ايوه زي ما انت سمعت كده، الحساب ده هيكون ليكم انتوا يا رجاله. وعلشان تاخد الحساب ده فانت لازم تسمع الفيديو للنهايه، عشان في نص الفيديو هقول لك هتعمل ايه عشان تاخد الحساب. حضر لي مشروبك وتعالى اسطوره بقى عشان نتفرج على الحساب الاسطوري اللي دفعت فيه دم قلبي ده. ولو انت عايز تكايش وتجيب حساب زي ده بسعر حنين جدا فعليك وعلى الاسطول بتاعنا في الوصف تحت. ويلا بينا نبدا ببركه بسم الله. يلا يا رجاله زي ما انت شايف كده الحساب اول مركز هنستعرضه شويه المدربين الدبل بوستر اللي موجود معانا في الحساب. وعندك هنا يا رجاله زي ما انت شايف كده في كل اسلوب لعب عندك واحد او اتنين توب الاسلوب ده. زي ما انت شايف كده من ناحيه ارتيتا، تشابي الونسو، مورينو، معاك كابيلو كمان يا صاحبي، معاك فليك، معاك كرويف، معاك فابريجاز. زي ما انت شايف تشابي الونسو، كل المدربين الاسطوريين موجود معاك في الحساب ده. والتاني حاجه هنبدا بيها ومركز حراسه المرمى، عندك 6 حراس دبل بوستر، عندك دوناروما، عندك كريستن، عندك يا اسطوره شمايكل، عندك يا فنان بيتر تشيك، وعندك الحارس المفضل لقلبي هو ديدا، ومعانا برضو دوريس يا رجاله. بس هنختار دوناروما نحطه في التشكيله. تعالى بعد كده نختار المدافعين نستعرضهم كده واوريهم لك، وبعد كده ندخل 2 منهم في التشكيله. وطالما قلنا الدفاع يبقى لازم يكون معاك 2 مدافعين، اقوى 2 مدافعين في اللعبه هتلاقيهم موجودين في الحساب. عندك اللاعب رافائيل ماركويز ده يا صاحبي، وعندك اللاعب كانافارو. هما الاثنين يا رجاله حرفيا من افضل مدافعين اللعبه. معاك بقى نيستا، معاك بويل، معاك فان دايك، معاك بيكي، زي ما انت عايز يا حبيبي هتلاقيه موجود معاك في الحساب. ولكن طبعا يا اسطوره هنا اخترنا اللاعب رافائيل ده، واخترنا كمان اللاعب كانافارو في التشكيله. وهنا انا اخترت المدافع الاحتياطي اللي هيكون على الدكه هو فان دايك، وكمان الحارس الاحتياطي هيكون الحارس ديدا. نروح بقى المركز ال بي، ومعانا هنا يا رجاله روبرتو كارلوس، هو رقم 1 في المركز ده، افضل ال بي في اللعبه حرفيا يا رجاله. ويجي بعديه طبعا مينديز، وكمان معانا مالديني، ومعانا اللاعب البيك تايم الاسطوري ده يا رجاله. زي ما انت شايف كده انا هنا هنزل طبعا روبرتو كارلوس وهخلي على الدكه معايا اللاعب مالديني وبس كده. تعالى بقى نروح للظهير الايمن او الار بي، المكان ده محجوز باسم ليلان ترام يا اسطوره. بعد كده معانا اللاعب كافو. زي ما انت شايف كده انت مش محتاج حد في المركز ده معاك، يعني واحد اساسي والتاني دكه، ومبروك عليك يا صاحبي المركز ده اتقفل معاك خلاص. ندخل بعد كده على الدي ام اف يا رجاله. معانا بقى هنا عماليق اللعبه في مركز الدي ام اف حرفيا. براحتك بقى يا صاحبي حط اللي انت عايز تحطه في التشكيله لو انت هتاخد الحساب ده، يعني اتمتع يا صاحبي. معاك ماكيليلي طبعا يا رجاله، هو رقم 1 في المكان ده بالنسبه لي. معاك بقى رجاله جاتوزو، معاك صاحبي جوارديولا، معاك بيرلو، معاك بوسكيتس يا رجاله برضو هو الانكور مان اللي موجود معانا في التشكيله، وهخلي على الدكه اللاعب بيرلو. ندخل بعد كده على مركز السي ام اف. طبعا هنا يا رجاله معانا شويه لعيبه ممتازين جدا يترأسهم اللاعب لوكا مودريتش، ومعانا فيتينها يا رجاله، ومعانا اللاعب ديكلان رايس، ومعانا اسطوره شويه لعيبه، ولكن دول افضل 3 بالنسبه لي في مركز السي ام اف. تعالى بقى يا رجاله نروح كده على المركز الجديد اللي معانا الاي ام اف. معانا زي ما انت شايف كده شويه لعيبه، افضلهم هازارد بالنسبه لي هو بيلينجهام. زي ما انت شايف كده بيلينجهام نسخه الشو تايم بيوصل معايا 107 اسطوره، فده بالنسبه لي هو افضل لاعب في الاي ام اف. واخلي الاحتياطي بتاعه، وعندك هازارد وعندك اللاعب روبرتو باجيو هم كمان موجودين على الدكه. ندخل بقى يا رجاله على ال دبليو اف. عندك هنا صاحبي معاك اول لاعب وافضل لاعب بالنسبه لي هو اللاعب نيمار نسخه البيك تايم الام اس ان زي ما انت شايف كده. بعد كده معانا اللاعب كافارا ده اللي هيكون الدكه بتاعته. وغير كده يا رجاله معانا بقى ريبري ورونالدينهو. فدول يا رجاله بالنسبه لي لعيبه انا ما كنتش احلم بيها اصلا. فانت يا صاحبي ما تضيعش الحساب ده من ايدك، الحساب ده هيروح لواحد منكم كمان شهر من الان. تفاصيل السحب يا رجاله بقى وانك هتكسبه ازاي وتفوز بيه ازاي والكلام ده كله هسيبها لك قدامك على الشاشه، بس لازم بقى تنفذهم كلهم. ونيجي بقى يا رجاله للار دبليو اف. معاك يا صاحبي ميسي نسخه البليتز كيرلر دي، ومعاك بقى يا صاحبي جاريس بيل، ومعاك نسختين كمان لميسي، نسخه الحذاء ونسخه اللي هي البيك تايم التانية دي. وكمان مش كده وبس، لا ده في نسخة كمان الباكج يا اسطورة. فيا رجالة انا حرفيا مستمتع بالحساب الاسطوري ده. ندخل بقى على الار ام اف، ومعاك ال ام اف. عندك هنا يا صاحبي صلاح لا غنى عنه، النسخة البيك تايم الاسطورية اللي قدامك على الشاشة دي يا صاحبي. نقدر نبدل بينه وبين ميسي وكده المركز ده خلاص يا صاحبي كده معايا. ندخل بقى على
الاس اس والمهاجم. عندك زي ما انت شايف كده كتيبه مهاجمين حرفيا، من اول كريستيانو دور رونالدو اللي بيوصل معايا 106، واللاعب طبعا سواريز اللي بيوصل 107 زي ما انت شايف كده. ومش كده وبس، لا ده انا كمان معايا شويه لعيبه رجاله حرفيا زي لاعب روماريو وزي كذا لاعب تاني موجود معانا زي ما انت شايف كده يا صاحبي. روماريو الصراحه يستحق ان هو يكون موجود على الدكه على الاقل، ومعايا ايتو ومعايا كرويف ومعايا ديمبلي ومعايا شويه لعيبه كتير مميزين على الاطلاق. فانت في حضرة اقوى حساب حرفيا انا شفته من فتره كبيره. فيا صاحبي عشان خاطري ما تضيعش الحساب ده ونفذ الشروط اللي قلتها لك على الشاشه كلها بالكامل، اوعى تضيع اي حاجه عشان الحساب ما يروحش منك. حساب متكامل يعني انت عارف تمنه قد ايه دلوقتي الحساب زي ده، وانت يا عيني مش معاك عشان تجيب، فانت ما تضيعش الفرصه دي من ايدك. وبس كده يا رجاله، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد. زي ما انت شايف كده التشكيله قدامك على الشاشه، وانتظر فيديو تاني هجرب لك فيه التشكيله دي.